كل الناس دلوقتي داخله تقول لك ميعاد الماتش والحكام والساعه كام، وكل دول ما عندهمش معلومه. انا النهارده جايب لك معلومه موثوقه عن اعاده لقاء النادي الاهلي والزمالك ورسميا بحكام اجانب. بص يا سيدي، حلقه النهارده اقسم بالله من الحلقات المهمه جدا من ساعه ما دخلت منصه اليوتيوب، فاتمنى منك وبستاذنك تنزل تحت تعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. حلقه النهارده حلقه مهمه جدا. كلام عجبك اعمل لايك واشتراك، ما عجبكش يا عم رد عليا في الكومنتات وهرد عليك. بدايه القصه النهارده ان الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال لك الاهلي عند قراره ولن يستكمل بطوله الدوري الا باعاده لقاء الاهلي والزمالك وبحكام اجانب. الاهلي حط العقده في المنشار وتعالى كل التفاصيل. بص يا سيدي، الحكايه هتمشي زي ما بقول لك كده، ما هترجعش ورايا، من مصدر موثوق جدا، وتعالى بقى اتكلم بعد كده وراهن على الموضوع ده. بص يا سيدي، الاهلي بعد لقاء الاسماعيلي وطلائع الجيش في نهايه الجوله دي هيخلص الماتش من هنا بحوالي 48 ساعه، ده بحد اقصى. هتطلع الرابطه وتعلن العقوبات. طب العقوبات ايه يا سيدي؟ بص بقى، العقوبات هي اعتبار النادي الاهلي منسحب من اللقاء وخصم 3 نقاط بتوع اللقاء واعتبار الاهلي منسحب. تاني حاجه، القرار التاني خصم 3 نقاط في نهايه الموسم وغرامه ماليه اعتبار النادي الزمالك فائز. تمام. ولو الحكم كمان او مراقب، انا اسف، مراقب اللقاء كتب في تقريره سب جماهير النادي اللي حصل وكلنا شفناه، ماتش الاهلي وبيراميدز الجاي هيكون بدون جمهور. طب انت دلوقتي بتقول لي الزمالك فاز والاهلي انسحب، منين الماتش هينعاد؟ بص يا سيدي، قصه ان الماتش هيتعاد ده انساه خالص. في ناس داخله على اليوتيوب عماله تتكلم وموعد اللقاء والحكام مين والاهلي هيلبس ايه والساعه كام والمعلن. انسى كل الكلام ده، وبكره تعالى نتكلم وقول لي انت قلت الخبر ده وطلع غلط، وهنتكلم ونشوف. تمام. ايه اللي هيحصل بقى؟ ان بعد اللقاء ب 48 ساعه الرابطه هتنزل وتقول البيان اللي انا كلمتك فيه. طب رد النادي الاهلي ايه؟ بعد البيان على طول هتلاقي بيان من النادي الاهلي رسميا انسحاب الاهلي من جميع البطولات اللي بينفذها الاتحاد المصري لكره القدم. كمان عدم فين كل ده الاهلي هيعمل له، اللي هو هينسحب من البطوله وهيظهر ناس تتكلم وهيحصل مناوشات. ايه اللي هيحصل من القصه دي؟ وبدا الكلام يتردد النهارده، وانا قلتها لك قبل كده ان رابطه الانديه اصلا اللي هي كانت طرف في حل الموضوع، واللي المخطئ الاول والاخير في الموضوع ده هو اتحاد الكوره. الزمالك اصلا ملوش طرف، وده باجماع الاراء. اللي هيحصل ان هم هيحاولوا يراضوا الاهلي. طب المراضيه دي هتكون ازاي؟ بص يا سيدي، حل رابطه الانديه، تمام، والناس هتتدخل ويحصل ترضيات للاهلي من ضمنها حل رابطه الانديه. تمام. الاهلي بيعمل ايه دلوقتي؟ بيضغط على الكل، وزي ما ده حط العقده في المنشار وخد توقيع كل من زد والاسماعيلي والاتحاد وفيوتشر، بسم الله ما شاء الله يعني، ومش عايز حد يزعل مني، خد كل الانديه اللي بتصارع على الهبوط. ليه؟ عشان يلغي الدوري، لان هو بيقول لك انا كلامي قانوني وانا ما عنديش اي مشكله. انا بقى عاوز اسال سؤال، طب لو الاهلي صدر وفعلا المشكله كبرت ولغوا الدوري، هل اسف بيراميدز هيسكت؟ طب الزمالك هيسكت؟ انا في فيديو هسيبك في الاخر لازم تتفرج عليه، لازم تتفرج عليه كامل معايا في النهايه عشان تتفرج عليه وتشوف الكلام صح ولا غلط. كل اللي هيحصل ده انا مش عارف هل الاهلي هيصدر الموضوع والدنيا هتقف والدوري هيتلغى. انا بالنسبه لي لا، لكن الاهلي وهتفتكر وهتقول الاهلي هيكمل وهتشوف وهيكمل الدوري، وبكره اللي ما بيننا وارجع معايا، لان كل المبررات بتقول لك خلاص الاهلي لازم يلعب. اصل الاهلي والزمالك هم قطبي الكره المصريه، حلو، ما ينفعش فريق منهم ينسحب، ولو انسحب لازم يتطبق عليه العقوبه انه ينزل درجه ادنى، والكلام ده مش هيتطبق على الاهلي والزمالك، وانا وانت عارفين الكلام ده كله. تمام. بكره تشوف وهنتكلم ونشوف، ولو طلعت غلط هقول لك انا اسف يا عم حقك عليا، لكن كلامي انا مش عندي ولا جاي افتلك بيه، انا مصدر موثوق وهحط لك المصدر في الكومنتات، خش اتفرج عليه. تعال بقى نتكلم في حته مهمه جدا، وقلتها لك الحلقه اللي فاتت، الخسران في الموضوع ده هو الاهلي. ليه؟ لان بيراميدز النهارده حصلت مفاجاه كبيره، تعادل بيراميدز مع المصري خلى الدنيا مولعه، ولو خصموا ال3 نقاط زي ما انا قلت لك في بدايه الفيديو من الاهلي، فالاهلي النهارده هيبقى بينه وما بين الزمالك نقطه، والنهارده الزمالك دخل في منافسه في الدوري الجديد، وده اللي كتبه هاني حتحوت وقال لك الكسبان في القصه دي هو الزمالك، لان الزمالك كسب نقاط المباراه، ولو كسب ماتشاته كلها فالزمالك على الاقل خالص سيحصد المركز الثاني المؤهل لدوري ابطال افريقيا.
وفي نقطه اوصلها لك برضه، الاهلي في بدايه الكلام قلت لك هينسحب من البطولات المصريه وهيلعب في البطولات الافريقيه. طب لو الدوري اتلغى العقد خلص اهو، مين هيلعب اول؟ مين هيلعب تاني؟ مين هيلعب تالت؟ مين هيلعب رابع؟ القصه ديت صعبه ان الاهلي ينسحب. عشان كده انا قلت لك رايي، وكلامي برضه كان من ضمن المصادر الموثوقه. حلو حلو. طب نتكلم في حاجه مهمه جدا. الزمالك بياخد خطوه كبيره جدا، الخطوه ديت وهي تجديد عقد عمر جابر وعبد الله السعيد. الزمالك نجح في التواصل مع اللاعبين وخد توقيعهم، والزمالك رسميا بيجدد عقد عمر جابر وعبد الله السعيد. الاعلان هيبقى كمان يومين ثلاثه وهتفرجوا وتشوفوا، او كمان فتره معينه، لكن رسميا الزمالك قدر يخلص محمود بنتاج بفضل احمد حسام ميدو، تمام، وبفضل ايه؟ النهارده الزمالك لو جدد فعلا، هم قالوا من مصادر موثوقه انه خلاص اتفقوا على التجديد. مضوا ما مضوش لسه القصه دي عشان ما الفش يقول لك انا مضوا، لكن لو قلت لك انه مضوا فممكن تكون سامعني فكر اني غلطت ولا حاجه. لكن الزمالك بنسبه كبيره اتفق مع الاثنين وخلاص خلص الدنيا، وهيتبقى بس او هيتبقى بس توقيع العقود. بص بقى يا سيدي، النهارده خبر مهم جدا فرحني والله العظيم فرحان. رسميا عوده محمود جهاد. محمود جهاد كان عانى من اصابه وقتها نص ملعب الزاك مفكك خالص، ما انتش عارف مين بيلعب مع مين، دونجا فين وشحاته فين. اللاعب اللي كان متالق هو عبد الله السعيد. فرجوع محمود شحاته محمود جهاد بالنسبه لي اضافه قويه جدا الى نادي الزمالك، ان شاء الله يكون داعم من نص الملعب، لان احنا زهقنا من القرف لما اخذ في اللفظ اللي بيقدمه دونجا في نص الملعب. انا قلت لك في النهايه في فيديو انا عايزك تسمعهم. الفيديو الاول بيتكلم عن عماد متعب لما الاهلي انسحب والنهارده الزمالك انسحب، بس كمل على الفيديو النهائي اسمعوا. عماد، يعني زي ما كابتن ايمن قال وكابتن علاء، المشكله مش فين المشكله او فين الازمه، المشكله ان الناس دي هتروح زعلانه، ان الناس دي جايه تتفرج على ماتش كوره، ان الناس دي جايه تستمتع. انا بتاسف للجمهور، ان انا واحد المفروض ان انا اسمي مرتبط بالرابطه ويحصل اللي انا شايفه النهارده. انا بس لازم اوضح حاجه تبقى واضحه للناس كلها، انا ماليش علاقه بالرابطه نهائي، بقالي اكتر من سنه ونص، حتى الجروب بتاع الرابطه انا مش موجود فيه. فدي اول نقطه انا بقولها، علشان يعني انا متضايق ان ممكن اسمي يرتبط بحدث زي كده. فانا الحمد لله ان انا بره القصه دي بقالي فتره كبيره جدا. ده رقم واحد. رقم اتنين، كابتن نايم اتكلم في نقطه مهمه جدا، وهي التنسيق ما بين الاطراف. يعني احنا عارفين ان في جوابات طلعت من النادي الاهلي راحت للرابطه، وفي جوابات طلعت من الرابطه راحت لاتحاد الكوره. فهي المشكله مين بيعند مع مين، او مين عايز يمشي كلامه. الساعة 8:30 فريق النادي الأهلي هينزل أرض الملعب، الحكم هينزل أرض الملعب الساعة 8:30، هيدي تلت ساعة، ثم بعد تلت ساعة هيصفر بفوز النادي الأهلي. عايز أتكلم في نقطة ثانية أهم بالنسبة لنادي الزمالك. نعتبر النهاردة يوم 28 والنادي الأهلي ده نادي الترجي التونسي والزمالك هيلاعب الترجي التونسي، هل ده كان هيحصل؟ هل نادي الزمالك كان هيتأخر؟ عمره ما كان هيحصل. فبلاش نستخف بعقول الناس، نتعامل باحترافيه. مش عايز العب اقول مش هلعب، هروح يبقى هروح، لكن انا في الطريق والاتوبيس عطل وكوبري اكتوبر وانزل اعمل محضر واثبت حالا، يعني بلاش، لان ده تهريج. اللعب بعقول الناس، واحنا ناس لعبنا كوره يا كابتن سيف في مباراه. انا بتكلم على منظر بلدي، انا بتكلم على شكلي، انا بتكلم على شكل الدوله. فرقه مش عايزه تيجي في الدوري العام، الحكم اللي جاي ده موجود هنا بيقول لك انا عمري ما شفت ده في حياتي. الكارثه الاكبر يا كابتن سيف ان احنا بعد كلامنا ده في ناس هيطلع مش عاجبها كلامنا، في ناس هتطلع تعترض على كلامنا، ان احنا بنعترض على المنظر ده، في ناس هتبقى متضايقه من كلامنا. سمعت يا صاحبي واتفرجت وشفت، وتعالى بقى عشان اقول لك ان الكلام ده مش كلامي انا لوحدي. اتفرج شوف اسلام مهدي الاهلاوي اللي انا ما بيعجبنيش نص كلامه قال ايه، وبيقول لك الحقيقه ماشيه ازاي والموقف هيمشي ازاي. هسيب لك الكلام اتفرج عليه. بس ما نبقاش فاجرين قوي كده يا جماعه، يعني معلش الفجر له حدود. انا ليا حد فيه معلش اعيد ماتش الزمالك اللي نزل وراح والحكام نزلوا وجمهور راح وجمهور راح والحكم نزل وقام مصفر وقام نهي المباراه، في الاخر اقول لا انت هتعيد لي المباراه عشان خلاص كده كانوا واعدين ان هيجيبوا لي حكام اجانب وجابوا لي خلاص حكام اجانب. فالزمالك زي ما قلت لكم الزمالك مبص لهم كده تمام احنا جايين من كتر حبهم فينا. ده لو مودرن فيوتشر، عارف الاهلي بيه؟ فاكر الاهلي بيه اللي هو في نادي النيل، نادي النيل اللي في المانيا، لعب عزيز ال سعود في اخر عبد العزيز ال سعود من عند كوبري عباس كده، او اسمه كوبري الجامعه، في نادي على الشمال اسمه نادي النيل، اللي مش من القاهره ممكن يكون ما يعرفوش، او من القاهره ما تعرفش اسم النادي اسمه النيل، ده كانوا مسمينه الاهلي بيه، لان كان كل الناشئين اللي فيه كانوا بيجوا على الاهلي، وكان اللي ماسك هناك الله يرحمه كابتن احمد ماهر اللي اختبرني قبل كده في 2003.
اختبرت في نادي النيل ده لو نادي النيل نفسه قلت له اعمل تعالى كده الناس هيفكروا يا خلي سيبنا افكر يا اهلي هجي لك بس سيبنا افكر. تخيل الزمالك اللي طول عمره ما بيتقناش هيقول لنا صح انت صح يا اهلي، انا جاي بكره جاي الماتش بحكم اجنبي، عايزه اجنبي ايه؟ اجنبي ولا مدبلج؟ انا جاي لك حتى لو جبت لي حكم سوري لك تقبرني في المسلسلات، لك يا فريده لك تقبريني عيونك يا فريده، هنقتلها لك يا فريده وستاتي معي وسنتزوج. لو جابوا له حكم مدبلج فهو الزمالك هيقول لك انا جاي. مستحيل يا جماعه. لا اصل هو هيجي يعني هيجي ويوريني التخين، ده ما ينفعش. يعني شفت؟ عشان اعرفك ان كل الكلام ده ما هو الا ان الاهلي في الاخر هيستكمل بطوله الدوري، الرابطه هتنحل والاهلي هيبقى عنده شويه توضيحات، لكن في النهايه لا مساس بالدوري. بكره تتفرج وتشوف. في النهايه مش عايز اطول عليك، دي ما كانت الا دردشه صغيره كنت حابب اقول فيها رايي، وان شاء الله رايي يطلع صح والكلام ده يحصل. في النهايه مش عايز اطول عليك، لو عجبك كلامي انزل تحت املاك واشترك في زر الجرس عشان يوصلك كل ما عجبكش كلامي برضه ده في الكومنتات وراجع احترام. سلام.